السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رشيد أبو زيد ودروس كيف تتعلم منطوق رموز الخط المصري القديم. ده اعتبر الدرس الأول، والدرس الأول أنا هعتبر الناس اللي معاي ما عندهاش فكرة خالص عن منطوق رموز الخط المصري القديم، يعني ما عندهاش خلفية كافية. عبارة عن لسه هنبدأ نعرف الأبجديات الأساسية لمنطوق الرموز دي. طيب، أولا أي أبجدية على مستوى العالم اللي اخترعتها البشرية كلها ثق تماما بتعتمد على المخرج الصوتي، يعني الشكل ده بيعبر عن مخرج صوتي. على المصري القديم خدوا الرموز دي كتعبير عن المخارج الصوتية، بس الميزة فيه أو ممكن تكون مشكلة. ليه؟ لأن الموضوع متسع شوية. استخدم رموز الطبيعة، رسومات للتعبير عن مخارج صوتية، وطوعها تبع ما هو عايز، مش بقانون محدود انت ممكن تعرفه بسهولة. ممكن يتعرف بس عايز دراسة أعمق شوية. مبدئيا احنا هناخد بدايات سريعة كده بناء على أبجدية العربية. ما هو منطوق الخط المصري القديم مخارجه كلها عربية. عندك ال 28 مخرج بتشكيلاتهم المتعددة، يعني ألف أ ألف فتحة، إي ألف كسرة، أو ألف ضمة، ألف سكون. والباء نفس الكلام، باء فتحة، ب كسرة، ب سكون، ب ضمة، بو، ب سكون، لغاية آخر حروف الأبجدية العربية. دي مخارج صوتية. هو كده، بس بيختلف إن بيجيب لك رمز لا يحمل مخرج صوتي واحد فقط، ممكن مخرجين صوتيين، وممكن 3، وممكن 4. يعني عندنا في الرموز المصرية القديمة الرموز المصرية القديمة عبارة عن ذات مخرج صوتي واحد، ومنها ثنائي المخرج، ثلاثي المخرج، في رباعي خليه بعدين. خلينا في الأحادي. الأحادي زي إيه؟ ألف ب اللي هو سكون، ت ث، وهكذا. أنا هديك بداية كده. يعني الألف زي طائر العقاب مثلا، ده بينطق إيه؟ ألف. خد لي بالك، طائر العقاب ليه برضه مخرج صوتي ثنائي، هجيبها لك بعدين، بس أنا خليك معايا دلوقتي في البدايات. ألف، لو عايز أكسر الألف دي أخليها إي، أحط لها إيه؟ أكتب دي، ما أحطش، لا هي دي اسمها إي، ده اسمه آ. لو أو هجيب حاجة تاني بدخلنا في الثنائي. خلينا في المخرج الصوتي الواحد اللي هو الآ. طب الب عندك الساق اللي هي كده، دي كده الساق المستقيمة دي ب. وفي عندك المقعد اللي هو كده، ده تلقاه في القاموس عبارة عن مربعات كده، ده ب برضه. فدي ب وده ب، بس ب تقيلة. طب ده ايه؟ الت فين؟ رغيف الخبز ده كده ت. طب والس الرباط اللي هو ده كده س. انا اديك بس مبدئيا، لكن هجيب لك كل دول على السبوره بعد شويه. مثلا ثنائي، انا هستخدم ثنائي المخرج الصوتي زي ايه؟ مثلا زي الحاء، حاء، سا، شا، طا، تا، وهكذا. الحاء مثلا عندك عبارة عن حوض زرع صغير لنبات البردي، لنبات البردي عند المصري القديم كده. ده ح، ده ثنائي المخرج الصوتي. يعني الح لو انا عايز افتحها هجيب الرمز ده، ما اكتبش الرمز اللي هجيبه لك ح وحط وراه طائر العقاب، لا بيختصر اختصار. الساء فيه كذا منطوق للساء، كذا رمز للساء في خط المصري القديم، من ضمنها البطه، ومن ضمنها الرمز البسيط ده اللي هجيبه لك، عباره عن حاجه كده وده بيعبر عن الحمايه وبينطق ساء. في واحد تاني كده
ده برضه بيعبر عن الحماية، ده بينطق سا سا، ده سا وده سا. الشا عندك مستنقع نباتي البردي، المستنقع مش الحوض الزهرية الصغيرة دي، لا ده مستنقع كبير. ده برضه بينطق شا. ثنائي المخرج الصوتي، شا شا، هتلقى هنا اللون ازرق بتاعه، هنا هتلقى اخضر هنا. تمام. الطا عندك الفرن اللي هو عامل كده، ده الفرن بينطق طا. الفرن طا، ده فرن طا. التا عندك الارض اللي عامله كده دي وتحتها 3 نقط كده، دي تا، يا اما تا فتحه او تا الف، وليها شكل اخر بيجي كده كده، دي تا برضو تا. طب الثلاثي عندك النفر يعني الجمال او الطيب او الحسن، وبيرسم هكذا، عباره عن الآلة الموسيقية دي كده، دي نفر. في العنخ اللي هي بترسم، اللي هي دي كده معروف اللي هو الحياة، عنخ. والاشكال متعددة في الثلاثي، يعني اجيب لك اشكال متعددة لا حصر لها في الثلاثي. في عندك الكرسي ده كده سات، الكرسي ده بينطق كده سات، ده السات، وهكذا. دي البدايات، أحادي، ثنائي، ثلاثي، وفي رباعي زي خبري اللي هو الجعران اللي هو خبري. خدوا بالكم، هو المشكلة الرسمة بتاعته صعبة شوية، لكن هنحاول نوصل لها. ماشي، وصلنا لها إن شاء الله. ده خبري، وساعات بينطق خبر، بس هو خبري. ده يعتبر رباعي، وفي كثير متعدد، وهكذا. هاخد لكم اللي نعتبرهم المخرج الصوتي الأوحد في الفيديو ده. هحاول ألم لكم أكبر قدر من الرموز السريع، وبعد كده نبدأ نحلل رمز ونشوف منطقه الحقيقي إيه، والملابسات اللي حواليه، والكلمات اللي جاية معاه. هكتب لكم الأبجدية العربية كلها من الألف للياء، ونشوف الأبجدية العربية من الألف للياء. الأبجدية العربية من الألف للياء. أنا هقول ألف، ب، ت، ث، جيم، ح، خ. تمام؟ دال، زال، ر، زين، سين، شين، صاد، ضاد، ط، ظ، عين، غين، ف، قاف، كاف، لام، ميم، نون، واو، فيه لام ألف، ونقول ياء. نشوف الرموز اللي تمثل كل المخارج الصوتية بتاعت الأبجدية العربية. هجيبها لكم إن شاء الله، في كتير، أنا بس هجيب لكم أمثلة. ألف معروف عند الكل اللي هو طائر العقاب، اعتبره طائر العقاب لغاية ما هدخل لك على التشكيل بتاع الألف. طائر العقاب ألف، خدوا أساسي ألف لغاية ما هدخل لك على التشكيل بتاع الألف اللي هو إي أو أو. هنشوفها. الباء قلت لك اللي هو الساق، الباء الساق، أو المقعد اللي هو ده كده، ده باء، دي بي خفيفة ودي بي تقيلة. الت رغيف الخبز أو العجين، رغيف الخبز أو العجين. الث اللي هي الرباط بتاع الحيوان، قيد عبارة عن حلقتين في حبلين من الناحيتين، وعبارة عن حبل لو فردته يتفرد، بيلفوا بيه الحيوان، يرجع الحيوان كده ويربطوه بيها في الحلقتين دول، اسمه رباط الحيوان. الجيم حامل الزير، الجيم هو حامل الزير اللي هو كده كده، حامل الزير. تمام.
ده جيم حامل الزير. الحاء الضفيرة أو الحبل المجدول، ده حاء، دي الضفيرة أو الحبل المجدول حاء. الخاء الغربال، الخاء ويقال عنها المشيمة بس هو الغربال كده، غربال، ده الخاء، حاء خاء. تمام كده؟ طيب الدال، الدال ناخده أساسي الكف أو اليد، الكف ده الممتد كده يعتبر دال. وفي حاجة تانية بتنطق دال، ما هدي الكف مشترك مع الجيم والدال. عندنا في مصر تبادل بين الجيم والدال، زي جاب داب أو جايب دايب. فهنا في حاجة تانية، في الكبرى في حالة عدم الهجوم، الكبرى ثعبان الكبرى في حالة الخمول أو عدم الهجوم، ده برضه بينطق دال، ده برضه بينطق دال. خدوا عندك بينطق دال، هتلقى فيه نقط كده معمول كده، ده اللي ثعبان الكبرى في حالة عدم الهجوم. الذال، هنا الذال هتحتار بين الذال والسين والزين، دول كلهم بيمثلهم رمز واحد، رموز واحدة، اللي هو رمز السين اللي احنا عارفينه. يعني الزال هتلقى فيها دي كده زال، عشان كده في القاموس تلقاهم محتارين فيها عند الأجنبي، ما عرفهاش كتبوا كله سين، لأن سين بتنطق ذال وزين في اللهجة المصرية. وكده ده الحبل ده كده أو المنديل ده برضه زين. الره هو الفم أو الشفرة، الفم بس هو ده شفرة، شفرة حادة من الطرفين وتخينة في النص، ده الراء. الزين اللي هم اللي عدوا دول الاثنين خدهم مني ثقة وهجيب لك كلمات عليهم، ادي الزين. تمام كده؟ طيب السين عندنا هم دول برضه كده، ادي السين، السين بس سين سين. هتقول لي طب ده هنعرف ازاي؟ هنعرف بعدين بالممارسة، بممارسة الكلمات هنفرق بين الزين الزال والزين والسين في المنطوق من خلال الخبرة بتاعتنا في الكلمات. عندنا دي كلماتنا احنا كمصريين هنعرفها. الشين عندك البحيرة دي لونها أزرق، وفي شكل تاني للبحيرة كده أو حوض المية ده كده، ده الشين، تلقاه الشين. أنا ممكن ألونه لكم كده، ده أزرق من جوه كله، ده إيه؟ البحيرة ده شين، بينطق شين أساسي، شين فقط مش شاء غير الشاء. تمام كده؟ ده الشين. عندي الصاد، هل تعلم ان دي ممكن صاد ودي صاد؟ لا، خلينا بس في الاساسيه اللي بتيجي معاها باستمرار، اللي هو عباره عن رباط الحيوان اعزكم الله موجود فين؟ اللي هو بيتربط فيه في شيء ثابت في الارض، ده غير ده شيء متحرك، ده شيء ثابت زي كده بيتربط فيه الحيوان ويثبت في الارض، ده بينطق صاد. الضاد، هل تعلم ان الضاد مشتركه مع رغيف الخبز وده والدال دي بينطقوا ضاد دول؟ يعني ممكن اجيب لك دول ضاد، رغيف الخبز ضاد، عشان كده مش هتلقاه في القاموس ولا عند اللي بيتعلموا في الكليات حاليا، ما عارفينش منطقه الحقيقي. وفي برضه الايد دي كده، ده بينطق برضه ضاد. طب الطه برضه رغيف الخبز تاني طه، خدنا ت وطه، في تبادل بين الت والطه. ولو قلت لك ان رغيف الخبز بينطق ساعات ساء مش هتصدقني، هجيبها لك بعدين. الظهر سيبها، عشان هي لازم اجيب لك كلمه من القاموس عن حرف الظاء واوضحها لك. سيب الظاء. العين الذراع الممتد ده كده كده، ده عين، عين. الغين عندك في حاجه اسمها المشيمه، المشيمه بتاعت الحيوان بيقولوا عليها كده، المشيمه بتاعت الحيوان اللي هي دي كده، دي غين، غين. الفاء طبعا الغين فيه غا متعدده ثنائي الصوت، هجيبها لك بعدين. الفاء عندنا في الحية المقرنة، الحية المقرنة اللي هي كده، دي بتنطق فاء، الحية المقرنة فاء. القاف التل الرملي اللي هو كده كده، ده قاف، التل الرملي قاف. طب الكاف عندي السلة، سلة ذات الأذن الواحدة، سلة اللي هي بودن واحدة قاف. طب اللام، طبعا في الخط المصري القديم العلماء كلهم كانوا لاغين حرف الشفره دي بغير لام. العبد الفقير الى الله هو من اكتشف الرمز ده انه لام، وفي رموز اخرى بتنطق لام في الخط المصري القديم، دي من اسرار المنطوق عندي هجيبها لك بعدين. فاللام هتبقى الشفره تنطق لام. وفي الاسد الرابط ده كده، الاسد ايه؟
الرابط الأسدي الرابط. الأسد الرابط مش عارف كلامنا مالناش دعوة بيها. الأسد الرابط حاليا بينطق كده وبينطق رو، رو أو لو، رو أو لو. لحظة لو سمحتوا معلش. تمام؟ أنا آسف على قطع الفيديو في التعليم. ده الرو. الميم عندي البومة، البومة كشيء أساسي بتنطق ميم. وفي عندي شيء تاني اللي هو الضلع، كده بيجي كده وبيجي كده، ده بينطق ميم. يعني دي ميم ودي ميم، والميم فيه منطقات أخرى بس بتشكيل آخر اللي هو في ألف معاها ثنائي. نعتبر دول أحادي وثنائي في نفس الوقت. خلينا مع الميم. دي البومة، وحرف الميم ده فيه النون اللي هي الموجة. الموجة هي النون، الموجة هي النون. هذه الموجة النون. الواو، بص الجمال، الواو عندك هي نفس الشكل، واو كده حبل ملفوف كده واو. وفي فرخ السمان، فرخ السمان بينطق واو، يبقى واو فرخ السمان والحبل الملفوف واو. لم ألف، اعتبر اللام الشفرة كده، اعتبرها لم ألف وهيجيبها لك الشفرة لم ألف. الياء عندك سعفتين نخيل كده واقفين بينطقوا ياء، وفي الياء شرطتين مالين كده ياء، يعني دي ياء ودي ياء. كده خدنا الرموز الأبجدية كلها بس ذات مخرج صوتي واحد. وهتعرف بعد كده انه فيه رموز هنا لها مخرجين صوتيين، زي طائر العقاب لها عدة مخارج صوتية ثنائية هيجيبها لك. ونفس الكلام الساق ليها برضو، نفس الكلام رغيف الخبز. تمام؟ نفس الكلام الراء هنا اسمها الراء، هنا راء بتنطق راها ألف، ساعات تنطق ألف. ودي صاء، ساعات تنطق صاد ألف أو صاد فتحة، وهكذا. كده خدنا الحروف أو المخرج الصوتي الأحادي، كل الرموز اللي تعبر عن المخرج الصوتي الأحادي اهي. تمام؟ هذكر لكم في الفيديو ده بعض الرموز ذات المخرج الصوتي الثنائي، ذات المخرج الصوتي الثنائي اللي بتعتمد في التركيب بتاعها الثاني على الألف. يعني طائر العقاب تشكيل أساسي فيها، وساعات يتكتب وساعات لا. مثلا خليني مع ثنائي، خلينا مع الثنائي. هاخد ثنائي مخرج صوتي ثنائي، يبقى اللي عدى معظم أحادي. خلينا مع الثنائي. مثلا هبدأ بحرف الألف، هقول أو. الأو دي تتكتب إزاي في الخط المصري القديم كثنائي؟ في عندك الرمز ده، الرمز ده بينطق أو أو أو، ده بينطق أو أو أو، احفظه أو أو أو. في التاني مخرج صوتي ثنائي طبعا أو، هاخد إيه؟ هاخد الطاء أو التاء، الاثنين. الطاء عبارة عن رغيف الخبز اللي هو ده كده، ده الفرن اللي فوقيه ده رغيف خبز، وده كأنه فرن تحتيه، ده بينطق طاء أو تاء، لمخرج صوتي آخر تاء، لأن في تبادل بين الطاء والتاء. تمام كده؟ هاخد مثلا، وممكن أخليه كده ساعات هبقى منطقه كده طه فتحة أو تاء فتحة. لسه بدري على الحاجات دي كلها، ما عايز أشتتك. خلينا مع الطاء، طاء. خلينا مع الثاء. عايز سه ألف، أجيبها منين؟ الثاء ألف اللي هو وليد الطائر، وليد الطائر
اللي هو ده كده، ده وليد الطائر المعبر عن فرخ الطائر الصغير غير فرخ السمان كده، وعنده كده الشكل ده كده، وهنا فيه الجناح الآخر والبوق بتاعه عامل كده، هتلقاه فين؟ في الرسمة. ده ثاء، ده أساسي احفظه، ثاء. لما أنت عايز تبحث في القاموس عن شيء بيبدأ بحرف الثاء ألف، ثاء هتجيب ده. عايز طه ألف هتجيب الرمز ده في بداية اللغة. عايز أو في بداية الكلمة هتبحث بالرمز ده. طب أنا عايز عايز جاء، جاء الرمز ده كده كده عبارة عن المنخفض بين جبلين اللي هو الوادي، ونازل فيهم شعلة نار لهب كده عاملة كده، دي حمرة، دي لونها أحمر هنا، دي لونها أحمر، دي جاء في القاموس لونها أحمر، دي كلها كده دي لونها أحمر. وهتلقى هنا ده أصفر، وده بلون الجبل، وده بلون الجبل، ودي ألوان هتلقاها في القاموس متعددة. ده الجاء، ده بننطق جاء، وليه منطق آخر جاء. طيب عايزين الحاء، حاء عندي اللي هو حوض البردي اللي هو كده ده، بينطق حاء. حوض البردي ده الصغير ده بينطق حاء، ده نبات البردي. عايزين خاء. برهم نبات البردي لسه ناشئ جديد اللي هو كده ده كده، ده برعم ناشئ جديد يسمى خاء، هتلقاه في القاموس ده خاء. طيب عايز دا خاء، او وهاخد الدا عايز حاجه، ده الالف دا او ده الفتحه. العضو الذكري للانسان، العضو الذكري ده كده بينطق دا، وساعات بينطق مط، دا او مط العضو الذكري. تمام، عندي الدا وعندي السا. السا جبتها لك قبل كده، اللي هو الحبل ده اللي واخد الوضع ده، اللي بيعبر في المصرية القديمة عن الحماية، دي سا. وفي سا شكل آخر اللي هو عبارة عن كده ده سا بينطق سا، والبطة بتنطق سا، البطة بتنطق سا. البطة بتنطق هنا سا برضو، الثلاثة دول سا. تمام كده؟ طيب سا عندي مثلا الباء، باء متعددة. باء من الأساسية بتاعتها اللي تعبر عن الروح، اللي هو طائر كده عم زي أبو جردان. تمام، هتلقى هنا في أساسي ريشة عاملة كده، ده الباء وبيعبر عن الروح. وفيه الباء حاجة تانية كده اللي هي عبارة عن وعاء طلع منه بخور كده، ده بيعبر عن الباء، ده طائر بيعبر عن الباء. تمام، الباء في عندي متعدد، ده انا مش هخلص، فانا عايز ادخل على الكلمات ونتعلم من خلال الكلمات. فيه العاء، انا عايز لما اقول شيء ابدا بحاجه عاء او عين فتحه، هاخد الرمز ده كده اللي هو ايه، بيقال عنه عمود الخيمه، بيقال عنه عمود الخيمه، ده العاء بينطق عاء لما اكون عايز عين الف او شيء. في حاجه اسمها الكاء،
كا أو كا فتحة. باخد الزرعين دول المعبرين عن الشكر أو النعمة مرفوعين لفوق كده، دي كا ثنائي. كل اللي موجود عن الدرس الأول كبداية. الدرس اللي جاي إن شاء الله هنحلل الرموز رمز رمز، وهناخد من أول الألف ونشوف تشكيلات الألف كلها أ إي أو، وندور عليها في القاموس ونجيب الكلمات اللي عليها ونطلع المعاني كلها. هنبدأ نتعلم بسرعة إن شاء الله. دي طريقة جميلة جدا. لازم في أي لغة عايز تتعلم لغة كمنطوق لازم تدور على الفوكابلري، كلمات. هات كلمات تتعلم بسرعة حتى هنعرف الرموز من خلال الكلمات. وهناخد الباء بتشكيلاتها، با بي بو، والتاء والساء والجيم والحاء، هكذا إلى آخر الرموز الأبجدية العربية المخارج الصوتية. هندور عليها في الرموز المصرية القديمة بالترتيب لغاية ما نعرفها كلها وما نسيبش حاجة ورانا، ونحاول نتعلم الخط المصري القديم. هنعرف من خلاله كلمات غائبة عنا، هنعرف أسرار عظيمة جدا موجودة في قاموس الخط المصري القديم من خلال الكلمات. في أشياء متعددة شيقة هتعرفها إن شاء الله. الدرس اللي جاي هيكون بالطريقة اللي قلتها لك دي إن شاء الله، والدروس اللي بعديها بعد كده. الدرس ده مقدمة هندخل فيها في دراسة رموز الخط المصري القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.